الأشخاص الذين يصفون سياراتهم في مناطق غير مسموح بها في ليتوانيا قد يخشون من التعرض لغرامة مالية، ولكن في أحياء فيلنيوس العاصمة عليهم أن يفكروا مليا خشية تعرض سياراتهم للدوس تحت عجلات آلية مدرعة بقيادة عمدة المدينة أرتوراس تسوكاس. هذا تحذير لكل من يعتقد أنه فوق القانون بحسب العمدة، وتذكير بأن المكان المناسب لصف السيارات هو المرآب. المقاربة القاسية لعمدة المدينة وجدت استحسانا لدى الناس، إلا أن العمدة لا يرغب في تكريس هذا السلوك مجددا ليرغم المخالفين على احترام القانون. العمدة أبى مغادرة المكان قبل أن يتركه نظيفا، ويأمل أن تكون رسالته وصلت إلى من يهمه الأمر.